ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا كلنا شفنا الفتره اللي فاتت كان في كده معركه بين التوكيلات، وشفنا حركه كويسه من نزول اسعار كذا عربيه. وتقريبا من 2016 لغايه دلوقتي ظهرت موجه جديده في العالم كله، وهي موجه العربيات الاس يو في. عربيات عمليه ومرتفعه عن الارض، بتدي ثقه كده وانت سايقها وانت داخل بيها في مطبات او في ارض مكسره. العربيه مش هيحصل لها حاجه، ومبتشيلش هم ان كل ما تاخد مطب تاخده بالجنب او العربيه تحك منك. بعد حركه التخفيضات اللي فاتت دي، هقولكوا على سعر ارخص 4 عربيات اس يو في دلوقتي بتحت مليون جنيه. هنتكلم عن المواصفات بتاعتهم وعن سعر كل عربية عشان نشوف ايه اللي يناسبك فيهم. كل ده اكتر هنعرفه بعد الفاصل. اول عربية هبدأ معاها العربية الشيري تيجو 4 برو. العربية بتيجي معانا بالموتور الشهير بتاع شركة شيري 1500 سي سي اللي بيطلع 111 حصان عن 6150 ار بي ام و138 نيوتن متر عزم عند 4000 ار بي ام. متوصل بالفتيس السي في تي الظريف بتاعهم اللي شفناه في العربية من اول التيجو 3. ويجيب اوتو توكيل شيري في مصر بينزلها بضمان 5 سنين او 100,000 كيلو. العربية طبعا صيني بس بتتجمع عندنا في مصر. اهم حاجة طول خروص الارض بتاع العربية دي 18 سم، وده كويس في المطبات مش وحش. انظمة الامان بتاعت العربية مش وحشة، اي بي اس واي بي دي وحسات ركن، وهتاخد فيها مثبت سرعه وجنوط وشاشه وسطيه تعمل باللمس، فالعربيه تعتبر كستاندرد مش وحشه. واحنا بنتكلم هنا عن الفئه الاولى. تاني عربيه هنتكلم عنها النهارده عربيه اوروبي شويه، العربيه رينو كارديان اللي نازله بسعر 850 الف جنيه. هنا يا جماعه بتكلم عن السعر الرسمي بتاع كل عربيه. وهنا هنشوف في العربيه دي محرك غريب بصراحه، محرك 1000 سي سي 3 سلندر تربو. الموتور ده بيطلع 100 حصان عند 5000 ار بي ام و142 نيوتن متر عزم عن 3750 ار بي ام. متوصل بفتيس التقليدي طبعا اللي عارفينه كله في الفئه السي في تي. اول فئه في العربيه دي برضه اللي بسعرها 850 الف ظريفه، هتاخد جنود 16. تجهيزات الامان بتاعتها من اول فئه تعتبر ممتازه مش وحشه، وهتاخد شاشه 8 بوصه تاتش فيها ابل واندرويد اوتو. من الاخر كده العربيه دي تحديث الستيب واي بشكل جديد، بس الموتور بتاعها ال 1000 سي سي التربو ده بيتهيألي هيبقى ضعيف شويه على العربيه، يعني التكييف بتاعها هيبقى مش قوي قوي. يعني العربيه دي هتعمل اللي عليها معاك كسواقه واحده وتودي المدرسه بتجيب من المدرسه، انما لو انت بتسافر كتير وبتطلع بالعربيه مطالع كتير او بتحمل ناس كتير في العربيه، فالعربيه دي مش هتبقى انسب حاجه ليك. المواصفات بتاعت العربيه دي جايه عشان تبقى موفره في البنزين، وفي نفس الوقت عشان سعرها ما يتسعرش عالي قوي. العربيه دي اوروبي بتتجمع في المغرب، بس الجمارك عليها عاليه شويه، فعشان يجيبها لك بموتور 1400 او 1600 كان هيبقى سعرها اعلى من كده بكتير. فعشان كده التوكيل يفضل يجيبها بموتور 1000 سي سي 3 سلندر التربو. مشاكل بقى الاهتزازات ومشاكل الموتور وصوته عالي والكلام ده كله، دي حاجه هتلاقيها في العربيه طبيعي. والعربيه رينو كارديان دي بتيجي بضمان 3 سنين او 100,000 كيلو، وده يعتبر اقل ضمان في وسط المنافسين اللي احنا بنتكلم عليهم. وان شاء الله اعمل لكم فيديو قريب عن المشاكل اللي قابلت ملاك العربيه دي من كل حته في العالم، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. تالت عربيه معانا هي الجيلي الاكس 3 برو لموديلات 2025، ودي برضو سعرها 850 الف جنيه. العربيه دي بقى بتيجي بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي مش تربو، زيها زي الشيري تيجي 4 برو. الموتور ده بيطلع 103 حصان عند 4400 ار بي ام و140 نيوتن متر عزم عند 4400 ار بي ام برضه. وطبعا نقل الحركه الشهير في الفئه دي كلها السي في تي. وارتفاع العربيه دي عن ارض الخصوص الارضي بتاعها 18 سم ونص، زيها زي الكارديان تقريبا. بس العربيه دي 4 سلندر مش 3 سلندر زي الرينو كارديان. طبعا الموتور 1500 سي سي فطبعا لازم يبقى 4 سلندر. انظمه الامان برده مش وحشه، اي بي اس واي بي دي و2 ايرباج، وهتاخد برده جنوط ومثبت سرعه وشاشه وسطيه نفس جو الدلع ده. والعربيه هنا بتيجي بضمان 5 سنين او 150 الف كيلو، وده يعتبر اعلى ضمان لغايه دلوقتي. اخر عربيه معانا الجاك الاس 2، دي سعرها نازل 100,000 جنيه عن الجي اكس 3 برو. سعرها كويس بصراحه 740,000 جنيه، وهي لسه واخده تخفيض تقريبا 50,000 جنيه، وفي كلام ان في نسخه محليه تتجمع في مصر ممكن تنزل لها في حدود 50-60,000 كمان. مع العلم ان سعر النسخه دي بالسعر ده يعتبر مش وحش. العربيه بتيجي باطول ضمان فيهم كلهم 6 سنين او 150,000 كيلو، مع موتور 1500 سي سي عادي بيطلع 113 حصان عن 3000 ار بي ام، وبيطلع 146 نيوتن عند 4500 ار بي ام. والمنظومه دي طبعا متوصله بنفس فتيس الحركه اللي في كل العربيات اللي فاتت سي في تي. مفيش حاجه نتكلم عليها في العربيه جديده، نفس الدلع مثبت السرعه، انظمه الامان دي 2 ايرباج، الاي بي اس، الاي بي دي، الشاشه الوسطيه، نفس الدلع اللي هتشوفه في العربيات كلها. انا في رايي لو انت ما عندكش حساسيه من العربيات الصيني، جاك الاس 2 تعتبر عربيه كويسه مش وحشه. عربيه موجوده بقالها فتره مش قليله، وفي نفس الوقت المواصفه بتاعتها تعتبر كويسه مش وحشه، والضمان بتاعها يعتبر اعلى ضمان فيهم. احنا بنتكلم في 6 سنين او 150 الف كيلو. بس خلي بالك العربيه دي تعتبر عربيه صغيره، زيها زي الكارديان، زيها زي تفتكروا السنديرو زمان، الهاتشباك الصغنونه دي. لو عايز حاجه كبيره شويه تعتبر برضو قيمه مقابل سعر مش وحشه، الشيري تيجو 4 برو. التجميع المصري عندنا بقى ممتاز، العربيه عشان بتتجمع في مصر فواخده تسعير كويس مش وحش. الفئه بتاعت العربيه مش وحشه، ما فيهاش برضو تربو، واخده ضمان 5 سنين او 100,000 كيلو. وارتفاع العربيه عن الارض 18 سم برضو حاجه مش وحشه، وهتاخد برضو الركوبه بتاعت الاس يو في. لو انت بقى بتحب الشكل الاوروبي والخطوط الحاده والشكل الجميل،
الكارديان طبعا عربيه جميله، بس موضوع العربيه بالموتور ال 1000 سي 3 سلندر ده محتاج نعمل له فيديو لوحده ونتكلم عن العربيه بالتفصيل واشهر العيوب اللي بتملكها والكلام ده كله، عشان برضه لو خدت قرار الشراء. اما الجيل 3 اكس برو محتاج سعرها ينزل شويه، عشان انت بتاخد نفس اللي بتقدمه الجاك الاس 2 بالظبط، ففرق 110,000 جنيه بين العربيتين يعتبر رقم كبير مش قليل. وان شاء الله قريب استنوا على القناه تقارير شامله عن العربيات دي بالتفصيل، سواء الفئات او الاسعار بتاعتها، او سواء ايه اشهر العيوب اللي بتملكها حوالين العالم. وبس ده كان كل حاجه النهارده. يا ريت تشاركونا بارائكم لو انت هتشتري انهي عربيه فيهم، واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.